دي كانت ممكن تكون ورقه طلاق عميله من عميلاتي قبل ما تعرف حاجه عن الحدود. مهجه عميله من عميلاتي اللي اتصلت بيا كانت بتسالني عن كورس الحدود. انا فاكره رعشه صوتها وخوفها وهي بتقول لي يا نهى انا اتطلقت مرتين، وانها عرفت اهميه الحدود مني وعايزه تتعلمها وترسمها، وده لانها حاسه ان ده الحل، لكن خايفه في نفس الوقت انها تعجل بالطلقه الثالثه. بعد ما احتويت خوفها وحسستها بالامان وكمان شرحت لها سبب الخوف ده زي ما اتكلمنا في فيديوهات كتير على الصفحه، اخذت قرار وهي مطمنه وبقت سيده الحدود. ومش ناسيه ابدا 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 لما قالت لي يا نهى الحدود دي مش كورس وخلاص، ده سيستم حياه انا ماشيه عليه، وكمان طبقته في كل جانب من جوانب حياتي، سواء مع نفسي مع جوزي مع اولادي وكمان مع بابايا ومامتي واخواتي. ونفس التليفون اللي كلمتني فيه وهي متضايقه وخايفه وقلقانه هو نفس التليفون اللي كلمتني بيه وهي فرحانه. قالت لي يا نهى انا مامتي وهي بتكلمني مش هتصدقي. قالت لي ايه؟ قالت لي انت بقيتي بارده. سالتها هو دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ قالت لي حلوه طبعا. عارفه البرود اللي بيخليكي تعرفي تتحكمي في مشاعرك وتعرفي امتى تردي وامتى ما ترديش وازاي تردي، وتقدري تفرقي اذا كان الموضوع ده حقك وتقدري تتكلمي فيه او لا ما يخصكيش، فبسيب الطرف التاني يتعامل ويحس بالحريه. طبعا حلوه. بعد ما كنت جمره بتتحمق وترد وتتخانق وتزعق بقيت هاديه وراسيه وبرد في الوقت المناسب بالكلام المناسب. اما بالنسبه لعلاقتها مع زوجها فقالت لي انا اللي اكتشفت ان انا اللي بتخطى حدودي معاه، مش مدياله الحريه اللي يقدر يعبر فيها او ياخد قرار. وهنا عرفت ايه المواضيع اللي من حق اتكلم فيها وارسم حدود، وايه المواضيع اللي تخصه هو وياخد فيها القرار الانسب. فبقيت اخد ستيب باك او خطوه لورا علشان اسيبه يحس بالحريه. ودي واضح ان هي فرحته قوي لان انا واضح ان انا اللي كنت كاتمه على انفاسه. تخيلي يا نهى ان جوزي كان بيقول لي ان كورس الحدود اللي انت خدتيه ده ما كانش ليكي انت لوحدك، ده كان ليا انا كمان، لدرجه ان هو بيقول لها انت اتغيرتي كتير. بداوا يقربوا من بعض ويتفهموا وجهه نظر كل واحد فيهم، وكمان بيسمعوا بعض ويتناقشوا اكتر، وعرفوا امتى يتغاضوا عن الخناقه دي وامتى الموضوع ده مهم ليهم فيقعدوا ويتكلموا فيه ويرسموا حدود. وهنا مهم جدا ان كل طرف يحترم ويتقبل حدود الطرف الثاني. علشان كده دي ما بقيناش محتاجينها خلاص. اكاد اجزم انها كانت بتتصل بيا كل يوم عشان نحتفل بانجاز من انجازاتها في رسم الحدود وازاي انعكس على حياتها بشكل جميل ومختلف ومميز. لو عايزين تتعلموا رسم الحدود وتعلوا جوده جوازكم وعلاقاتكم اشتركوا في البرنامج الاول من نوعه باوندري كوتش او كوتشنج الحدود. هستناكم.